تعال اقول لك فيلم نوسفراتو بيتكلم عن ايه. عن بنت اسمها ايلين بتبيع روحها للشيطان، وبعد فترة بتتجوز واحد اسمه توماس وبيبقى وكيل عقارات. بيطلب منه مديره ان هو يروح لرحلة لاخر الدنيا عشان يعمل صفقة مع كونت اسمه اورليك. وفعلا بيوصل بعد رحلة شاقة وبيقابل الكونت. وبعد كده توماس بيكتشف حاجات غريبة ان هو معضوض، وبعد كده بيمضي صفقة مع الكونت. وتاني يوم بيكتشف ان الكونت ده عبارة عن مصاص دماء، وهيحاول ان هو يقتله ويتخلص منه، لكن مش هيقدر وبيجري، والكونت بيسيطر عليه وبيبتدي انه يمص دمه، واضطر ان هو ينط في النهر. وبيلاقيه مجموعة من القساوسة وبياخدوه معاهم للكنيسة وبيعالجوه. ولما بيفوق بيرجع بسرعة عشان ينقذ مراته اللي كان الكونت في طريقه ليها، عشان مهووس جدا بيها لانها كانت عاملة صفقة معاه زمان وكانت مسلماه روحها وجسدها. وبعد كده بيوصل الكونت وبينشر وباء الطاعون، وبيحاول ان هو يقرب من الالين اللي بترفضه، وبيضطر الكونت ان هو يخلص على كل الناس اللي حواليها وبيقتل كل الاطفال. لكن في النهاية واحد من الدكاترة اللي موجودة في البلد بينصح إيلين إنها تضحي بنفسها، وفعلا بتنادي الكونت عشان تسلمه نفسها، وبتشغله معاها لحد ما الشمس بتطلع، وبتبتدي إنها تحرق في الكونت قدام عينيها بعد ما ضحت بنفسها عشان تخلص البلد منه ومن الوباء.